السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. يميش رمضان بقى، وأسعار اليميش في مول العابد. طبعا البلح بقى بجميع أنواعه. هبدأ كده أحاول أوريكم الأسعار والأنواع الموجودة والمكسرات بقى وجميع الأنواع اللي هي بيتكون منها يميش رمضان. رمضان كريم يا رب، ربنا يجعلها أيام مباركة على المسلمين جميعا في جميع الأماكن يا رب، وفي جميع البلاد، وينصر إخواتنا في غزة ويعدي الأيام الصعبة عليهم، وإن شاء الله ينصرهم نصرا عظيما، وإن شاء الله يجعلوا رمضان كريم عليهم وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان. هبدأ بقى كده. ده النشا. طبعا انا هحاول اجيب لكم الاسعار على قد ما اقدر، هجيب لكم الاسعار. ده قمر الدين، طبعا انواع قمر الدين، بس كل الموجود فاخر اللي هو النوع السوري. طبعا في بقى اسامي كتير، الاحلام وفريدة واسامي كتير، يعني عايزه اقول لكم، بس هو كله سوري فاخر. طبعا ده بيبقى انضف انواع التمر. وكمان التين المجفف، طبعا انواع برضو، يعني تين اسمه السعيد. قابلني اسامي كتير جدا بس كلها انواع فاخرة، وتين الطاووس، واسامي كتير جدا، والضيافة تقريبا، يعني في اكتر من نوع قابلني، وكلهم انواع فاخرة. بصوا اللي عليه السعر بتاعه انا هحاول اجيبه لكم. طبعا ده الضيافة اهو، هو نوع حلو برضو، برضو سوري، فاخر ب85. اللفة دي ب85. وكمان قمر سوري، تمر الهندي اللي هو الطبيعي، برضو اكسترا فاخر. طبعا مكتوب هنا بس تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، بس هو نوعه حلو جدا. والله انا جبته معايا الفواتير، بس يعني انا قلت بس هعمل لكم الفيديو، مش عايزه اطول عليكم، اجيب لكم بس الاسعار اللي مكتوبه على الحاجه والانواع كلها. طبعا دي بقى العجوه بتاعه العيد، لسه يعني لسه بدري عليها شويه. بس انا هجيب لكم المكسرات ده طبعا عرق سوس. هحاول ان انا الم لكم الحاجات اللي بنحتاجها في رمضان في الفيديو ده ان شاء الله. طبعا ده جوز هند اهو، ب62 جنيه، حوالي تقريبا، مش عارفة والله، مش عارفة الوزن. المهم الكيس ده يعني هو كتير، هو النوع ولا خشن ولا ناعم، اللي هو الوسط. طبعا المكسرات بجميع انواعها، الكاجو والفستق واللوز والبندق، بس البندق غالي قوي السنة دي يا جماعة يعني. وعين الجمل برضو موجود، بس طبعا ارخص حاجة الكاجو وعين الجمل. واللوز برضو معقول، بس البندق اللي غالي جدا السنة دي. طبعا الوزن اهو والسعر بحاول اقرب لكم علشان تشوفوا. كل دي انواع فاخرة بالوزن. ده بالوزن يا جماعة، في معبأ كده جاهز، وفي بالاوزان كده برضو معبأة. طبعا ممكن نجيب اقل من كده، في كميات اقل من كده انت تقدري تقولي عايزه وزن اقل. ده المعروض، بس هما بيبقوا حاطين لك وزن تمن سعر الكيلو، تقدري تاخدي لحد 100 جرام، تقدري تاخدي، وممكن اقل كمان. بصراحه المول فيه من الابره للصاروخ، فيه كل حاجه. ادي اللوز كمان اهو. ده عين الجمل. عين الجمل ده بصراحه انا بحبه جدا. والبندق اهو، بندق غالي قوي السنه دي، مش عارفه ليه. وفي نوعين من البندق، طبعا ده اللي احنا بنستعمله الغامق ده، بس انا لقيت نوع تاني كده. او بصوا 205، مش عارفه بصراحه يعني. المهم انا بحاول اصور لكم الاسعار. ده اللون التاني ده، مش عارفه لو
انتوا بتشوفوه بقى، شو اكتبوا لي في الكومنتات هل انتوا النوع ده حد جربه ولا لا. انا ما جربتوش على فكرة، انا بس بجرب الغامق. بقى تمنه 690. ف ده الزبيب بقى طبعا، انواع كمان في زبيب كذا نوع اهو تمنه. وطبعا في التين المجفف بقى اللي هو برضو بالوزن كده، تقدري تاخدي الوزن اللي يريحك، مش شرط تاخدي اللفة على بعضها اللي هي الورقة بتاعت التين على بعضها دي، لأ. ممكن تاخدي اقل حاجة يعني، كل ما بيخلص ممكن تجيبي على حسب امكانياتك. بس هما انواع حلوة جدا وما شاء الله، يعني متوفر انواع كتير. طبعا المشمشية بقى، المشمش المجفف والقراصية وكل حاجة عليها سعرها ووزنها. انا في الاخر هحط لكم قائمة بالسعر كله، باسعار الحاجات كلها بتاعت يميش رمضان هناك. بصوا كل حاجة متوفرة. ده كمان جوز هند، بس يعني نوع تاني اسمه رويال اهو. بصوا الحباية بتاعته اهي، يعني برضو الوزن ده ربع كيلو على بعضه كده. حاجات كلها لسه انتاج الشهر، وبجد يعني ما شاء الله حاجات حلوة جدا، وقدامك صلاحية كبيرة يعني. طبعا دي برضو الاسعار من بعيد اهي، تيم بكام ووزن كذا بكذا وكده يعني. يا رب يعيد الايام علينا بالخير وعلى المسلمين جميعا في كل مكان. كل سنة وانتم بألف خير يا احلى متابعين. طبعا اهو جوز الهند ب 205 ب 65 الربع كيلو اهو. شايفين انا تقدروا تاخدوا لقطة شاشة وتراجعوا الاسعار. اهو الهايبر طبعا ما يتوهش اهو. بقى خلصنا بقى اليميش، دخلنا على السلع الغذائية بقى، الترشي بقى والحاجات الجميلة بقى. شوفوا شكل البرطمانات بس كده يفتح النفس، يبقى هين علينا كده يعني لازم ادوقه. بس طبعا احنا عملنا الحاجات دي كلها في البيت، والصوصات بقى بجميع انواعها. مش عارفة الاسعار مش باينة، حاولت اجيب الاسعار بس مش باينة. والخل وجميع انواع الترشي والصوصات بانواعها اللي تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش، يعني بصراحة كل حاجة موجودة والله. وعلى فكرة اسعار الهايبر او مول العابد مش غالية خالص، يعني العادي اللي هو اللي احنا بنشوفه طبعا. يعني انا توقعت، انا بروحه على طول بس بقالي فترة ما روحتوش. توقعت ان الاسعار هتكون غالية في عمالة وفي حاجات طبعا بتبقى غير المحلات البسيطة اللي احنا بنروح نجيب منها. فقلت هيكون الحاجات غالية فيه، بس بالعكس الحاجات كلها والسلع كلها موجودة ومتوفرة ورخيص. طبعا دي بقى الجبن والجلاش والسمبوسة وجميع بقى، والزبدة وجميع انواع الجبن بقى، موتزاريلا وجبنة كيري، جبنة كل حاجة. بصوا اهو كل حاجة، والجلاش كل حاجة متوفرة. زي انا قلت بس اعمل لكم كده ايه نظرة سريعة على المنتجات اللي في التلاجات. ودي طبعا الصلصات موجودة ومتوفرة بأنواعها. والأسعار مش غالية، متاح المتاح يعني بصراحة أسعاره معقولة، معقولة مش غالية. وكفاية ان انت هتدخلي هتجيبي كل طلباتك من مكان واحد. كل حاجة حتى السوق هتتسوقي وانت موجودة. سوق الخضار موجود برضو جوه اكتر من سوق، هتقدري تاخدي من اي محل يعجبك. طبعا ده غير اللحوم وغير الطيور، في طيور دواجن كمان كله في طازة وفي مجمد وفي كل اللي انتوا عايزينه. والاسعار حلوة جدا. في بط العابد جميل قوي وجربناه حلو برضو.
واللحمة البلدي واللحمة المجمدة ومفروم وقطع، كل حاجة موجودة فعلا. طبعا ده انا بوريكم، بحاول اوريكم اسعار اللي هو بقى الكفتة الجاهزة والسوسيس والحاجات اللي هي الجاهزة دي اللي بنسويها على طول، والسجق. طبعا كده انا خلصت الجولة بتاعتي بقى، اشتريت طلباتي بقى وكل حاجة. طبعا اللحوم ما وريتهالكوش عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي. وكل سنة وانتم طيبين يا احلى متابعين. ربنا يديمكم في حياتي، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.